نسمي الله بقى ونبدأ مع بعض الدرس الرابع في الوحدة الثالثة بعنوان طبعا النشاط الصناعي في العالم. الدرس ده هندرس فيه حاجتين حلوين قوي، اللي هو مقومات الصناعة، ايه العوامل اللي بتخليك قادر انك يبقى عندك صناعة. تاني حاجة المناطق الصناعية الرئيسية في العالم، ايه اهم مناطق الصناعة اللي موجودة في العالم وليه الاماكن دي مهمة جدا بالنسبة للنشاط الصناعي. دول الحاجتين اللي هنتعرف عليهم وهنمشي عليهم في الدرس واحدة واحدة طبعا. نروح لأول حاجة، بيقولك إن النشاط الصناعي ده هو قمة الأنشطة الاقتصادية المتطورة، هو أهم نشاط ممكن تشتغل به الدولة، أهم من الزراعة، أهم من السياحة، أهم من التجارة. طبعا كل دي أنشطة اقتصادية مهمة، لكن في مقدمة الأنشطة دي كلها النشاط الصناعي. النشاط الصناعي بالرغم من انه موجود في كل دول العالم، كل دول العالم تقريبا بتشتغل بالصناعة، بس بتختلف ما بين ثلاث حاجات. الصناعة موجودة في كل دول العالم، ايوه ماشي تمام، لكن بتختلف من دولة للتانية حسب ثلاث حاجات. اول حاجة هي نوعية الصناعة، هل الصناعة دي خفيفة ولا ثقيلة؟ خفيفة زي صناعة مثلا قصب السكر، الصناعات البسيطة دي. طب ثقيلة زي مثلا صناعة الحديد، فدي اسمها نوعية الصناعة. تاني حاجة مدى تركزها، هي موجودة فين بالظبط في الدولة. تالت حاجة جودتها، هي طبعا بتكون جودتها أفضل حاجة ولا جودتها على قدها. زي بالظبط كده لما تشتري شاحن للموبايل مثلا، ففي شاحن جودته كويسة وفي شاحن جودته سيئة وزي الزفت. فده الفرق ما بين الجودة يعني. فالصناعة موجودة في كل دول العالم، لكن بتختلف على حسب النوعية ومدى التركز والجودة. الصناعة دي نشاط اقتصادي مهم، لأنه مقياس رئيسي لتطور الشعوب وازدهارها. انت لو دولة بتشتغل بالصناعة تبقى انت دولة متقدمة، ولو دولة مش بتشتغل بالصناعة يبقى انت دولة نامية مش متقدمة. والدليل على كده ان الدول المتقدمة هي الدول اللي بتتطور فيها الصناعة بشكل كبير جدا، وبتاخد تطور مذهل، لانهم بيعتمدوا على الاساليب العلمية الحديثة طبعا. بيدرسوا كل حاجة بالعلم، بيوصلوا لكل حاجة، وتطبيق الابحاث والتجارب. هناك بيستفيدوا من الابحاث اللي بتتم في الدولة وياخدوها يطبقوها ويستفادوا منها. والتجارب العلمية في الاختراع، بيجربوا مرة واتنين وتلاتة لحد ما يطوروا الحاجة. وتطوير وتحديث المنتجات بشكل مستمر، بتلاقي المنتجات عندهم مختلفة ومتنوعة وجودتها كويسة. هديك مثال بسيط، عندك التليفونات مثلا، هل احنا لسه بنستخدم التليفون الارضي ابو سلك؟ لا طبعا، عملنا حاجة متطورة عنه شوية اللي هو التليفون اللي كان بزراير. ثم بعد كده الصناعة تطورت اكتر، عملنا موبايل تاتش. ثم تطورت اكتر، عملنا ايفونات ولابتوبات ومش عارف ايه، وهكذا. او شبكات التليفون حتى كان بيقول لك 2G، ثم بعد كده بقت 3G، بقت 4G، بقت 5G. طيب ما دي اسمه تطور للصناعة بشكل كبير قوي. كمان الصناعة بتتركز في الدول المتطورة اللي هي المتقدمة يعني ايه، وبعض الدول النامية. في دول نامية معينة كده اللي هي بتحاول تبقى دول متقدمة، ارتفعت بمستوى معيشة شعوبها، يعني بدأت انها تهتم بالسكان بتوعها وتهتم كمان بالصناعة، واقتربت من مستوى الدول المتقدمة. وصلت لانها يعني هي بتحاول، هي ما بقتش لسه دولة متقدمة، بس هم بيحاولوا انهم يكونوا من الدول المتقدمة في العالم، زي الصين، زي جنوب افريقيا، زي مصر. دول الثلاث دول اللي بيحاولوا انهم يبقوا من الدول المتقدمة الكبرى في العالم. عندي هنا حاجة اسمها مقومات الصناعة. مقومات يعني عوامل قيام الزراعة، عوامل قيام الصناعة. انت لو دولة عايز تشتغل بالصناعة محتاج ايه؟ قالك انت محتاج مقومات طبيعية، حاجات كده من عند ربنا انعم عليك بيها، ومقومات بشرية، حاجات الانسان هو اللي بيقوم بيها او هو اللي بيعملها. المقومات الطبيعية دي انت محتاج يكون عندك مواد خام. ممكن المواد الخام دي تكون معدنية زي الحديد والفوسفات والمنجنيز، ممكن تكون زراعية زي المحاصيل،
ممكن تكون حيوانية زي الجلود اللي بيدخل في صناعة بقى الأحذية الأحذية الجلدية والحاجات المختلفة دي كلها بسميها مواد خام هتتصنع. تاني حاجة محتاج مصادر الطاقة اللازمة، ومصادر الطاقة اللازمة دي اللي هي البترول، غاز، فحم، لازم يكون عندك دول. تالت حاجة الموقع المتميز، لازم يكون مكانك على الخريطة متميز عشان تقدر تبيع لكل دول العالم، زي بالظبط كده موقع مصر على سبيل المثال، موقع جغرافي متميز. دي بسميها مقومات طبيعية بتخليك قادر ان انت تعمل صناعة. ما عندكش الحاجات دي بقى ما تقوليش انا عايز اعمل صناعة، لا. طيب في مقومات تانية بقى بسميها مقومات بشرية. المقومات البشرية دي بتشمل توافر الايدي العاملة الماهرة، اللي هم السكان اللي هيجوا يشتغلوا، لازم يكونوا عمال طبعا مهرة شاطرين جدا. تاني حاجة التطور العلمي، لازم تكون بتعتمد على التقنيات الحديثة بقى واستخراج المعادن والآلات والأجهزة والكلام ده. تالت حاجة رأس المال، لازم يكون معاك فلوس عشان تشتري الآلات وتساهم في الإنتاج معاك. كمان توافر الأسواق، يكون عندك أسواق سواء بقى داخلية أو خارجية تبدأ تبيع بقى منتجاتك. خامس حاجة السياسات الحكومية، لازم يكون للدولة أو للحكومة تدخل في المجال بتاع الصناعة من خلال الخطط، من خلال متابعة المشروعات، من خلال الحاجات دي. لو المجموعة بتاعت المقومات دي توفرت في دولة، الدولة دي تقدر ان هي تقوم بالنشاط الصناعي. تعال نشوف عندي هنا دي خريطة طبعا المناطق الصناعية في العالم. تعال نشوف بقى المناطق الصناعية بقت اللي عندنا في العالم وأسباب شهرتها إيه. أول منطقة عندك هنا هنبدأ ناخدها أقاليم، مجموعة من الأقاليم الصناعية اللي في العالم. أول مكان اسمه إقليم غرب ووسط أوروبا، ده أول إقليم صناعي هناخده. ده من أهم المراكز الصناعية اللي موجودة في العالم، ويوجد في العديد من الدول. مين الدول المتقدمة جدا في الصناعة في أوروبا؟ هتلاقي بريطانيا، فرنسا، ألمانيا. دور على أكبر شركة أي حاجة كده هتلاقيها تقريبا هتكون عندهم هناك في الدول الأوروبية يعني عامة دي، لأن ده إقليم صناعي تقيل جدا في العالم. تتوافر بقى في الدول أوروبا بشكل عام كلها مقومات الصناعة اللي احنا لسه متكلمين عليها، الطبيعية والبشرية. زائد ان الدول الاوروبية دي بينهم وبين بعض عملوا حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية الاوروبية، كلهم متحدين مع بعض، عاملين وحدة اقتصادية مع بعض، بيبيعوا وبيشتروا مع بعض. وده خلاهم يحققوا التكامل في الجوانب الاقتصادية. طبعا الصناعة والتجارة، كل بلد ناقصها حاجة بتروح تشتري من البلد اللي جنبها هناك في اوروبا يعني. وحمايتها جمركية، يعني بيبيعوا البضائع بينهم وبين بعض وما بيدفعوش عليها جمارك، لان طبعا بينهم وبين بعض هم كلهم كده مشتركين مع بعض. وتدعيمها من جانب هيئة الاتحاد الاوروبي، بما انهم دول اوروبية يعني فالمنتجات بتاعتهم طبعا بتكون محمية ما بيتفرضش عليها جمارك وهكذا. ده بالنسبة لأول إقليم صناعي عندنا هو إقليم غرب ووسط أوروبا الصناعي. نروح لتاني إقليم عندنا وهو إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية هو أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد. في العالم الجديد يعني إيه؟ يعني في أستراليا، في أمريكا الشمالية، في أمريكا الجنوبية، في قارات العالم الجديد، القارات الجديدة. لكن أكبر إقليم صناعي في العالم هو إقليم طبعا اللي فوقه غرب ووسط أوروبا. إقليم عندك هنا شمال شرق الولايات المتحدة بيشمل منطقة كده اسمها منطقة البحيرات العظمى. منطقة البحيرات العظمى دي بتنتشر بقى فيها الصناعات المختلفة اللي في الإقليم ده. تتنوع الصناعات هناك طبعا، ومن أهم الصناعات في صناعات هندسية طبعا زي الإلكترونيات، الحاجات بقى لابتوبات وكمبيوترات والحاجات الآيفونات والحاجات الإلكترونية دي كلها. والسيارات، عربيات كتير جدا بتتصنع برضو هناك. والأدوات الكهربائية، أغلب الحاجات اللي بتشتغل بالكهرباء دي بسميها صناعات هندسية.
عندهم صناعات تانية بسميها الصناعات الخفيفة أو الاستهلاكية. الصناعة الخفيفة والاستهلاكية دي زي الصناعات الغذائية، الأكل والشرب بقى، والنسيجية زي الملابس والمنسوجات، دي بسميها صناعة خفيفة أو استهلاكية، يعني عليها طلب والسكان بيشتروها بشكل كبير. تالت إقليم صناعي عندنا هو إقليم روسيا وأوكرانيا، طبعا اللي فيهم الحرب دلوقتي. الإقليم ده يبدو في شكل مناطق متباعدة على الخريطة، يعني بتلاقيها في مناطق بعيدة عن بعضها، مش كل المناطق دي بتبقى لازقة ببعض، لأ طبعا متفرقة كده وبعيدة عن بعضها. من أهم المناطق اللي في إقليم روسيا وأوكرانيا إقليم موسكو، اللي هي العاصمة بتاعت روسيا وما حولها الأماكن اللي جنبها. كمان إقليم الأورال، وإقليم الأورال ده بيفصل ما بين آسيا وما بين أوروبا، عشان كده الإقليم ده تقدر تقول عليه موجود في قارتين، قارة آسيا وقارة أوروبا. رابع إقليم عندي هو إقليم شرق آسيا. إقليم شرق آسيا برضو فيه مراكز صناعية قوية جدا، زي جزيرة اسمها هينشو باليابان، دي منطقة صناعية جامدة جدا. كمان جمهورية كوريا، ومناطق عديدة بالصين، مناطق كتير جدا في الصين بسميهم إقليم شرق آسيا. خامس حاجة هو مراكز صناعية حديثة. إيه المراكز الصناعية الجديدة اللي بدأت تظهر؟ احنا اتكلمنا على 4 أقاليم صناعية قوية جدا. تاني، غرب ووسط أوروبا، شمال شرق الولايات المتحدة، روسيا وأوكرانيا، إقليم شرق آسيا. خامس إقليم عندي دي مراكز صناعية حديثة بدأت تظهر جديد، يعني إيه؟ طبعا بتنتشر في أغلب القارات، زي قارة آسيا مثلا، بتلاقي في جنوب شرق قارة آسيا، في الجنوب الشرقي، في دول بدأت تظهر على الخريطة كمناطق صناعية قوية جدا، زي عندك مثلا ماليزيا اللي كنا بنسميها شبه جزيرة الملايو، كمان سنغافورة، اندونيسيا، تايلاند، دي كلها دول حديثة بدأت تظهر على مستوى الصناعة ويكون ليها أهمية كبيرة. كمان في دول في آسيا اللي هي دول الخليج العربي، بتقوم عليها معظم الصناعات بترولية طبعا. دول الخليج العربي زي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت، دي كلها طبعا مناطق صناعية حديثة، وكلها بتعتمد على البترول، صناعات بترولية. كمان عندك في الأوقيانوسية اللي هي قارة استراليا، هناك في دولة استراليا. كمان عندك في أمريكا الجنوبية موجودة في البرازيل، الأرجنتين وشيلي، دي كلها مناطق حديثة بدأت تظهر. عندك في أمريكا الشمالية في دولتين كده جنب الولايات المتحدة، اللي هي كندا والمكسيك. كندا والمكسيك دول طبعا مناطق صناعية حديثة في أمريكا الشمالية. في أفريقيا بقى عندي دولتين، هو طبعا دولة مصر ودي في شمال أفريقيا، ودولة جنوب أفريقيا ودي موجودة في جنوب قارة أفريقيا. فدي الأقاليم الصناعية اللي موجودة معانا. تعال نشوف بقى على الخريطة مثلا كده، الأماكن دي موجودة على الخريطة فين بالتحديد. هنبص على الخريطة، نروح للخريطة بتاعت الأقاليم الصناعية في العالم، ودي خريطة الأقاليم معانا. نحدد كده الأقاليم اللي جت بقت معانا كده، عشان طبعا الدرس كله قايم على الخريطة. فهنروح مثلا نشوف الأقاليم بتاعتنا. عندك هنا نقرب أكتر على الحتة دي، عندك إقليم غرب وسط أوروبا، فموجود في الأماكن بتاعت بريطانيا، وموجود في ألمانيا، وموجود كمان في فرنسا. دي المناطق بتاعت إقليم غرب ووسط أوروبا. نروح مثلا لإقليم تاني اللي هو جنبه على طول، إقليم موسكو أو أوكرانيا وروسيا. فعندك روسيا طبعا فيها موسكو، وأوكرانيا موجودة هنا هي جنبها، دول المنطقتين بتاعت الإقليم ده. عندك كمان إقليم شرق آسيا. شرق آسيا تعال نشوف الأماكن بتاعت الأماكن الصناعية بتاعته. بتلاقي عندك جمهورية كوريا، بتلاقي عندك اليابان، كمان مناطق مختلفة في الصين اللي هي المناطق اللي واخدة اللون الأخضر. ماشي، دي بالنسبة لتالت إقليم معانا. تعال الإقليم شمال شرق الولايات المتحدة اللي هو واخد اللون الأحمر ده بالتحديد. دي طبعا
منطقة مهمة جدا صناعية، فيها صناعات ثقيلة هندسية يعني، وفيها صناعات برضو خفيفة اللي احنا قلناها المنسوجات وكده. طيب تعال نشوف الأماكن الصناعية الحديثة بقى اللي بدأت تظهر جديد. فبتلاقي عندك في قارة افريقيا موجود في شمال قارة افريقيا مصر، جنوب قارة افريقيا تحت طبعا اللي هي جنوب افريقيا. كمان لو رحنا مثلا لأمريكا الجنوبية هنلاقي ان في 3 دول في أمريكا الجنوبية. نعرف مكان كل دولة. أوروجواي، بس مش أوروجواي معانا، احنا معانا الأرجنتين ومعانا البرازيل ومعانا شيلي. دول ال3 أماكن بتوع المناطق الصناعية الجديدة اللي هنا. طب أمريكا الشمالية فوق هتلاقي عندك بعض المناطق في كندا وبعض المناطق في المكسيك. دول برضو من المناطق الصناعية الجديدة. تعال نشوف بقى اللي بيلخبطوا ده. طبعا استراليا هنا هيت ماشي عادي خالص. المناطق اللي احنا هنروح لها دي بقت هي اللي مهمة خالص، اللي هي مين؟ تعال نشوف المناطق اللي موجودة في جنوب شرق آسيا، زي تايلاند، زي ماليزيا، زي سنغافورة، زي اندونيسيا. دول المناطق ال4 مناطق صناعية حديثة في جنوب شرق آسيا بالتحديد، واللي لهم أهمية كبيرة على مستوى الصناعة طبعا في العالم.